أنا كنت في زيارة لمصر منذ تقريبا من 20 يوم، مكثت فيها فترة والتقيت بكبار المسؤولين هناك بدون ما أسمي أي شخص يعني. وجدت نشاط هناك داخل مصر لإيران يفوق نشاطهم حتى في دول الخليج. يريدون كسب مصر، يريدون أخذ مصر من العرب، ومصر تعاني في ظروفها هذه، ظروف متشابكة وخطيرة. قال لي أحد المسؤولين الكبار في القصر الجمهوري في مصر، صدفة يوم ما وصلنا وصل صالحي اللي هو وزير خارجية إيران، قال أنا كنت موجود، هذا الرجل يقول لي أنا كنت موجود عندما دخل صالحي ليعرض عرض إيران على مصر. صالحي يقول للرئيس محمد مرسي الآتي: نحن نضع أمامكم على هذه الطاولة 30 مليار دولار الآن كاش لمصر إذا فتحت سفارة في طهران وإحنا فتحنا سفارة عندكم، زائد سنضمن لكم سنويا 5 مليون سائح إيراني يأتون إليكم سنويا، كل سنة 5 مليون، زائد مصانعكم المتوقفة عن الإنتاج سوف نحضر لكم الخبراء الفنيين لإعادة الحياة للمصانع اللي تفوق عن 2000 مصنع في مصر لإنتاج ولكذا. ويقول له الرئيس مرسي: وماذا تريدون في المقابل؟ يعني أنتم ستعطونا هذا، ماذا تريدون في المقابل؟ اسمع الكلام وشوف ماذا قدم وماذا يريد من مصر. فقال صالحي للرئيس مرسي: نحن نريد منكم الآتي: نريد منكم أن تسلمونا كل المساجد التي بناها الفاطميون في مصر خلال العهد الفاطمي، وهي مساجد عظيمة وكبيرة وكثيرة، سنعيد ترميمها وإحنا مسؤولين عن إدارتها. نريد جريدتين تنطق بلساننا داخل مصر، ونريد أن نأخذ من مصر سنويا 20,000 طالب للدراسة في قم. شوف ماذا يريد وماذا أعطى. أعطى المادة لكن أخذ الفكر والدراسة. ولذلك هذه دولة عندها مشروع خطير لا ينبغي أن يغيب عن بالنا ونحن نتأمل الحال في الكويت. ولذلك أنا أقول ينبغي أن نضع في الاعتبار دائما هذا التزاحم الإقليمي من العراق ومن سوريا ومن إيران ومن حزب الله في لبنان ومن الحوثيين في الجنوب. الحوثيون الآن، هل تعلم أو لا تعلم أن هناك شباب الآن من البحرين ومن الكويت ومن الإمارات ومن القطيف يركبون سياراتهم برا إلى منطقة صعدة في شمال اليمن، من شمال اليمن يمشون إلى ميناء صغير على البحر الأحمر اسمه ميدي، يستقبلهم الحرس الثوري في البحر الأحمر ويأخذهم إلى 3 جزر استأجرها الحرس الثوري وحولها إلى
معسكرات تدريب. أصبح هناك من أبناء الكويت وأبناء البحرين وأبناء الإمارات وأبناء السلطنة وأبناء المملكة العربية السعودية من المكون الشيعي يذهبون إلى جزر دهلك في البحر الأحمر للتدريب 3 أشهر 6 أشهر على السلاح، على التنظيم السياسي، على التنظيم الإعلامي، على التنظيم الفكري، ثم يعودون إلينا استعدادا ليوم الفصل. ولذلك الحالة الكويتية ما ينبغي أبدا أن نفصلها عن الحالة الإقليمية، لا ينبغي أبدا. ولو تحولت الكويت إلى أثينا في الديمقراطية لن يكون في مقدورها الاستمرار، لن يكون في مقدورها الاستمرار إذا أحاط بها هذا الطوق من التحديات والضغوطات الإقليمية. يقول محلل سياسي في CIA يقول أنه في سنة 2025 يقول لن يبقى في دول في الجزيرة العربية، لن يبقى إلا 3 دول، وهو أمريكي. هذه الدول هي المملكة العربية السعودية، عمان، واليمن. باقي ستعصف بها رياح التطورات والضغوطات الخارجية. ولذلك ما ينبغي أن احنا نحرق طاقتنا في الاحتقان الداخلي الكويتي ونغفل عن الحالة الإقليمية. هاي نقطة لازم ننتبه إليها. وشكرا.